أفرّق إزاي بين المغص والعياط اللي بلا سبب؟ مش عارف. يعني العيل الصغير ما بيعملش حاجة في حياته في ال3 5 شهور الأولانيين غير إن هو بيعيط. أول أسبوع بيبقى اسمه بكا احتياج للأم علشان خاطر تحضنه، أو إن هو يبتدي يمسك عشان خاطر عاوز يرضع. لما بيبتدي يكبر سنة صغيرة بيبقى عياط جوع. بعد ما بيكسر مثلا أسبوعين لشهر بيبقى البكا بالنسبة له إن هو عاوز يتشال، عاوز يرضع عمال على بطال. الامور ابتدت تستقر مع العيل الصغير، بيبقى المغصى اللي ناتجه عن حركه بطنه، وان هو الحركه بتاعت امعائه سريعه، ويجي يزق او يحزق، واللي هي الحزقه الديسكيزيا اللي هي الامان، اللي هي دي امان. بس لما بتحصل احنا ككبار، لو انا المغصى ببقى عاوز ادخل الحمام، بدخل الحمام ممكن افضي. في العيال الصغيرين الحزقه مصاحب ليها ان الشرج ما بيفتحش، فالمعده طول الوقت عماله بتشتغل، بص الاتنين معاكسين لبعض، فبيتسبب بمغص عامل زي اللي بيبقى عنده مشكله في قوله. الموضوع من غير ما الففكم حوالين نفسكم، العيال الصغيرين المغصى اللي موجود عندهم طالما ما عنديش ترجيع متواصل ووزن ما بيزيدش، يبقى ده بدايه انسداد معوي. ترجيع متواصل واخضرار في الترجيع يبقى ده انسداد معوي وعايز جراحه. طالما ما فيش مغص والعيل بيجيب حمام فيه دم من تحت، يبقى لا قرحه معده ولا شرخ شرجي ولا حساسيه البان ولا انسداد معوي ولا اللي هو انغماد معوي كمان اللي هو اللي بيحتاج عمليه ونفخ. طالما العيل الصغير ما بيصرخش وبيشد نفسه لورا وفي اي مشاكل تانية، يبقى احنا ما عندناش التهاب سحائي. طالما ما فيش العيل الصغير منع رضاعه وصرخ ووضعيه عن وضعيه تفرق، يبقى ساعتها ان العيل الصغير ما عندوش التهابات اذن وسطى. واخيرا اللي هي اللي بتحصل كتير قوي مع الاطفال الصغيرين، طالما العيل الصغير ما منعش رضاعه وعمال يشد نفسه وعمال يزق في ماما ورافض رضاعه، فممكن نقول انها حساسيه البان، عدم تحمل لاكتوز، او العيل الصغير حركه بطنه بزياده خالص وما عملش حمام. ساعتها بنقول اعملي له مساج، قومي غيري الهدوم، خرجوه بره البيت، ادوا له البوست جليسرين، حاولي ترضعيه وخدي عيالك في حضنك وانزلي تمشي لحد الدكتور واطمني ان احنا في اول 5 شهور طالما ما فيش الاسباب الوحشه يبقى انت في الامان ان شاء الله. وتابعي خلي العيال، واكتبي لي في تعليقات ابنك المغص هدي من عنده عند سن قد ايه.